المشروع العملاق اللي هو معمول لتوفير المساكن بتاع اهل المدينه وشبابها واهل المحافظه وشبابها. التكامل ما بين المشروع المحلي وبين الاستثمارات هو ده بيخلق فرص عمل وبيخلق جو عظيم لشبابنا في المحافظات. كل المحافظات عندها الرؤيه العظيمه دي، وده مش اول مشروع نعمله مع جهاز التجاره الداخليه ولا وزاره التموين، لان احنا مقتنعين جدا بدور هذه المناطق اللوجستيه، واللي هيتم على الارض طبعا التشجيع واستمرار في هذا. ويمكن في مناطق انتهت في المحافظات وفي مناطق لا زالت شغاله، ودايما وزير التموين متواجد على الارض جنبنا، وبنتكلم حتى في السلع بتاعه العيد والشغل المطلوب في العيد عشان نوفر سلع لاهالينا. عايز اقول هناك منافذ مشتركه فتحناها مع بعض، هناك على الارض اشراف كامل من الساده المحافظين على كل هذه المنافذ والشوادر اللي بتوفر للمواطنين السلع دي. عايز اقول الاجراءات اللي اتخذت من خلال الحكومه المصريه ووزاره التموين ووزاره الزراعه اشتغلوا على الارض عشان نوفر سلع باسعار اقل تكلفه على المواطن. هو الدوله موجوده على الارض، الدوله ترى المواطن، الدوله تعمل من اجل المواطن، ولكن خلينا نقول ان الظروف الدوليه دايما بتبقى عامل مشترك وفصل مشترك بيننا في اثناء تنفيذنا لمهامنا. ولكن كل التعاون ما بين وزاره التنميه المحليه وال 27 محافظه اللي على راسهم محافظين يتميزوا الان بادائهم ورؤيتهم الاستثماريه العظيمه اللي موجوده على الارض في مساعده كل الوزارات في انجاز مهامها. عايز اقول بنشكر طبعا معالي وزير التجاره والهجره على تشريفها النهارده، وتكون لها دور عظيم من خلال احد ابنائنا في الخارج ان هو ينفذ مشروع مع وزاره التموين اللي هي كل يوم الحمد لله بتعمل جديد. فكل الشكر لمعالي وزير التموين، كل الشكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لمعالي المحافظ، والتوفيق للمهندس اشرف دوس، وان شاء الله منتظرين في محافظات اخرى. معالي المحافظ، المشروع هنا هيخدم اهالي كفر الشيخ. حابين نعرف من حضرتك الخدمه اللي هيخدمها اهالي كفر الشيخ. خد المحافظ. شايف انت عندك مشروع ده بالنسبه لاهالي كفر الشيخ؟ هات الميه. طبعا احنا النهارده الحقيقه بنشهد حدث تاريخي لمحافظه كفر الشيخ. حقيقه تواجد الساده الوزراء، معالي وزير التموين، معالي وزير التنميه المحليه، معالي وزير الهجره، ايضا السيد محافظ الغربيه مع المهندس اشرف دوس الشركه المنفذه. حقيقه حدث في موقع كمان فريد، امامنا الجامعه، خلفنا مركز تنميه شبابيه بتوجيه السيد الرئيس شخصيا. حقيقه الموقع هنا يتميز كمان بمنطقتين سكانيتين بإنشائه حديثا لحل مشكله الاسكان في المحافظه، حوالي 15,000 وحده سكنيه تبنيهم الهيئه الهندسيه. مجموعه المشروعات القوميه في المكان اللي احنا واقفين فيه بتتعدد وبتتنوع، يجي على حاليا يتكامل معها مشروع المنطقه اللوجستيه بما يتميز من انشطه عديده سواء تجاريه او ثقافيه او تعليميه او طبيه او مناطق لوجستيه كمواقع للتخزين وخلافه. الحقيقه كان المواطن في كفر الشيخ بيسافر للمدن القريبه زي المحله وطنطا لاحتياجاته المستقبليه. حقيقه توفير هذا المكان في حوالي 23 فدان ده هيخلق فرص عمل اللي بنحتاجها فعليا في المدينه اللي تخدم الجامعه او تخدم المؤتمرات وتخدم السياحه. ان احنا عندنا هنا المنطقه الاثريه ومسار الرعايه المقدسه كنيسه سخا، فالموضوع هنا متكامل. اتمنى ان باذن الله المشروع يظهر للنور سريعا، هيوفر حوالي 30,000 فرصه عمل، وده عدد لا يستهان به، مع انه هينشط الحركه التجاريه والحركه الرياضيه والتعليميه، لان المشروع الحقيقه زي ما هتسمعوا لاحقا في عناصر متعدده. وانا هدي الفرصه للمهندس اشرف دوس عشان يتكلم عن المشروع ومكوناته. واحنا كدوله حقيقه بكل اجهزتها بكل وزرائها في دعم اي مجال استثماري يعود على المواطن بالخير، وفي نفس الوقت يعمل حركه تجاريه يشغل شباب
زي ما اتقال ان احنا كنا احد مراكزنا كانت طارده للهجره غير الشرعيه، فتوفير الاماكن دي من مهاجرين في الخارج ده دعم للمواطن المصري ودعم لمجتمعه اللي بيتعايش فيه في ظل الجمهوريه الجديده بزعامه فخامه الرئيس. انا هسيب المهندس اشرف يحكي بقى مكونات المشروع. شكر معالي المحافظ. طبعا انا يعني بدايه المشروع احنا بنتكلم على 22 فدان، بنتكلم على استثمار في حدود 7 مليار، نشاطات متعدده وده ما يميز المشروع. بس بصراحه انا عايز اجل موضوع الكلام عن المشروع نفسه ومميزات المشروع. انا عايز اعبر عن فرحتي النهارده باللي انا شايفه جديد ومختلف، وده بالنسبه لي اهم حاجه. انا شايف تعدد من سياده الوزراء في الوجود في احتفاليه مع بعض، بنحتفل بحاجه زي كده، مش وزير واحد، لا ده يعني شرفنا ونورنا تعاون الوزراء وسياده المحافظين. ده بجد ده اللي انا شايفه